النقطة الأولى، أنا بكل الاحترام أنا أخالف بشدة مع زميل الذي قال إنه قوات سوريا الديمقراطية هي إرهابية. لا، بالعكس، الحقيقة أنه هناك فرصة لتعاون بين المعارضة الشعبية السورية الشرعية وقوات سوريا الديمقراطية العرب والأكراد. والحقيقة أنه تقريبا الربع من هذه الميليشيات قوات سوريا الديمقراطية هم عرب ليسوا أكراد، وهذا نموذج واضح لإمكانية التعاون بين العرب من ناحية والأكراد من ناحية أخرى في مواجهة الإرهاب وفي مواجهة النظام وفي مواجهة الأعداء المشتركة الأخرى، مثلا إيران وحزب الله داخل سوريا. وللأسف الشديد هذه الفرصة، أنا أعتقد أن الصفين الاثنين لقد فقدا هذه الفرصة حتى الآن، ولكن لا تزال هذه الفرصة في المستقبل لتعاون بينهما، وهذا لصالح أمريكا ولصالح الشعب السوري، العرب والأكراد والآخرين داخل سوريا. وأنا أعتقد أنه دعم واشنطن المزداد لقوات سوريا الديمقراطية في معركة رقة، تحرير رقة، وهذا على الرغم الموقف التركي الرسمي بالنسبة لذلك، هذا دليل على استعداد أمريكا لدعم جاد لكل من يحارب داعش وكل من يحارب إيران والتدخل الإيراني وتدخل حزب الله في سوريا. وأنا أتمنى أنه في المستقبل هناك فرصة كما أنا ما قلت للعرب، للمعارضة العربية، للجيش السوري الحر ما يبقى منه في أراضي سوريا حتى الآن، لتعاون مع أمريكا ومع الأكراد وهم أخويا. أنا أعتقد أنه للأسف الشديد المعارضة لم تعترف بذلك حتى الآن، وهذا خطأ. نعم سيد خورشيد، يعني رغم نجاح الأكراد في تنفيذ بعض الأهداف في واشنطن، ولكن المحاذير بأنه لن يكون مقبول بهم من أبناء وأهالي دير الزور، وهذا أيضا ما خسروه ودفعوا ثمنه في عدد من المعارك وفق ما تحدث أستاذ أسعد قبل قليل. يعني